بالنسبه لموضوع خطه اللعب، عشان في اكتر من حد سالني السؤال ده، مفيش حاجه اسمها انك تحط خطه لعب قبل الماتش. خطه اللعب بتاعتك ما ينفعش تبقى خطه واحده اصلا، لازم يبقى عندك اكتر من خطه انت واستيعابك. يعني المفروض ان انت مع المدرب بتاعك بفتره طويله قبل ما تلعب البطوله لازم تكون منظم برنامج خاص بيك. لازم ان انت يكون عندك خطه واثنين وثلاثه، مع الطويل، مع المهاجم، مع القصير، مع الضغط. لو هو بيضغط عليك ايا يكن، لازم ان انت تعمل خطه واثنين وثلاثه وتتمرن عليهم اثناء السبارينج، تتمرن عليهم اثناء التدريبات بتاعتك. ما ينفعش ان انت تتمرن عليها قبل الماتش بساعتين، ولا تشوف ان انت هتعمل ايه قبلها بيوم ولا بيومين. عقلك مش هيستوعب ده. ليه؟ علشان انت لما بتيجي تلعب الفايت بتاعك ما بتلعبش بالكفاءه بتاعتك كامله. انت بتلعب من 50 ل 70%، وممكن الناس اللي هم البروفيشنالز قوي يلعبوا من 85 ل 90. مفيش حد بيلعب بنفس المستوى اللي بيلعب بيه في السبارينج او في التدريبات العاديه. فلازم ان انت تبقى عامل حساب لده. اتمرن كتير، نظم قبل البطوله بفتره طويله، اعمل ليك برنامج، اعمل ليك خطط، اكتبها، ادرسها، اشتغل عليها، تابع مع المدرب بتاعك، وان شاء الله لما تيجي تلعب الفايت بتاعك تلاقي نفسك ان انت اللي مسيطر على الحلبة. ليه؟ علشان انت بطل قصتك.